السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزول في الله وتحية كبيرة لكم الكل. معاكم لطفي دوبل كانون. اليوم حنديروا فيديو صغيرة على عملاق كبير كبير في الجزائر اسمه حسين أيت أحمد. عملاق كبير خلى بصمة كبيرة في التاريخ تاع الجزائر والجزائريين. وانا ديك كنت نحكي مع واحد جان، قلت له واش تعرف على أيت أحمد؟ قال لي أيت أحمد نعرف هذاك تاع القبائل يا اخي. قلت له كيف تاع القبائل؟ هذا رمز من رموز الجزائر. قال لي هي تاع القبائل ذاك اللي دار الثورة. يدار الثورة. فقلت لابد نديروا فيديو صغيرة باش نعرفوا على الأقل لي جون اللي يتبعونا في الصفحة وعادة تاعكم الله يبارك كبير، ونعرفوا بركة واش حب يدير والفكرة اللي حب يوصلها سي حسين أيت أحمد. هذا حسين أيت أحمد يا جماعة باش تعرفوه، أو حفظ القرآن كي كان صغير الله يبارك، وكان من أوائل وقت الاستعمار اللي دا الباك، مش دا السيزيام، دا الباك. يعني ياكم عم بالكم لا ديفيكولتي والصعوبة تاع تعقب الباك وقت الاستعمار. في سنة 75 يروح للجامعة في فرنسا تاع نسي، مش يروح به يقرا، يديبوزي دوسي تاع الدكتوراه. دكتوراه جماعة هاكو دكتوراه في حقوق الإنسان. يعني السيد رو يعني باختصار شديد يسمعوا به الجامعات في الامريكان. السيد مخ كبير، فيعيطوا له جامعات، تعيط له جامعة بوسطن كلية الحقوق الإنسان باش يدير دي كونفيرونس وباش يجي يدير دروس. يعني من تيزي وزو يعيطوا له في الامريكان يا جماعه في الجامعه باش يعلمهم شويه سيفيزم، شويه تحضر، كيفاه تبني مجتمع متحضر متجانس بافكار مختلفه. هذا اكحل، هذا ابيض، هذا عنده افكار معيشيه ارثوذكس وهذا كاثوليك وهذا، ويعلمهم كيفاه تبنيوا مجتمع. يدير لهم دروس في الجامعه يا جماعه، يقريهم باش يتطوروا. وفي لابرومو بعد في العام اللي قرر فيه هو في بوسطن، كان في لابرومو دي زيتيديون من بينهم واحد يقولوا له بيل كلينتون في لا ميم يعني سور، يعني في الشعبة، في نفس الشعبة، في نفس الجامعة، في نفس السنة، يعني سور حضر له كاش كونفيرونس ولا كاش كور باش يطلع هو في ذاته يسير المجتمع تاعو. هذا العملاق عملاق مخ صح، استعرفوا به في الغرب واستعرفوا به في الامريكان واستعرفوا به بارتو. مالا في بلاده قيمته في بلاده كيما يا جماعة. هذا العملاق الذكي في بلاده يا جماعة كيف كانوا يعاملوه في بلاده للأسف كان محابسي. في الجزائر كان في الحبس تاع الحراش، كان كونسيديري كوم ان كريمينال، كوم خائن خبيث منافق كافر، سموه مسكين الأسماء كل. هذا العملاق اللي في بلاد الغرب يستعرفوا به ويقيموه، في بلادنا كان يشوفوا فيه جرثومة مسكين الله يرحمه كونداني مور مع المجرمين. هذا العملاق. وكأن جماعة تقول لي الحكاية دي وسمعناها ديجا، قداه واحد مجاهد وقداه من بوضياف الروح العبر رمضان في بلاد الغرب يستعرفوا بقيمته، وفي بلادنا مهمل. ومش حتى من المعروفين والمجاهدين، حتى دوك يقول لي واحد عندي نسيبي ولا واحد فاميلتي بروفيسور ما نعرف، مش غير في بوسطن في كندا، بصح في بلاد واحد من قيمه. وكأنها نفس الحكاية تتعاود، كسوا شهيد ولا مجاهد ولا مواطن بسيط، ديما يقيموهم على العلم تاعهم ويهملوهم في بلادهم. المهم هذا حسين أيت أحمد كانوا يسبوه ابشع الاسماء. شوفوا الجرائد الوقت هذاك تاع العار كيما تاع دركا، شوفوا اش كانوا يكتبوا عليه. العسكر لاين بي راهي حكمت الخبيث، كانوا يسميوه الخبيث الخائن لو تريتر. هم رايحين يشارعوه جوجمون بوبليك، جوجمون قدام الناس الكل حيشارعوا الخبيث، والجرائد تكتب. كانت هذه يعني قيمته عند الناس في بلادنا، كيفاه الناس اللي كانوا يسيروا الوقت هذاك. بصح وعلاه سماوه بهذه التسمية العلم والعملاق هذا الكبير ربي يرحمه حسين أيت أحمد؟ وعلاه سماوه كيما تعرفوا يا لجان؟ بعد الاستقلال في 62 كي الجزائر جابت الاستقلال تاعها وفرحة كبيرة، حسين أيت أحمد قال لهم يا جماعة دركا الشعب الجزائري متنوع في أفكاره وفي توجهاته وفي عقليته وفي ثقافته، غني ريش ثقافة من الصحراء للغرب للشرق ثقافة. قال لهم وش نديروا؟ كل مجموعة عندهم أفكار يتلموا حول الأفكار تاعهم ويشكلوا كيما نقولوا احنا أحزاب، وكل مجموعة راح تدافع على أفكارها في المجتمع، وراح نخلقوا مجتمع متوازن في الأفكار. ما أفكارك أنت تعدي كل، ما أفكاري أنا نعدي كل، نتوازن وأنت شوية وأنا شوية وأنا شوية، نحافظوا على الوحدة الوطنية ونبنيو مجتمع متوازن. ما كانش أقلية وأغلبية وجهوية، ما كانش، كان شعب جزائري وحدة وطنية بأفكار
متجانسة ونبنيو مجتمع بما يسميوها الديمقراطية. يعني كان حلم. في الجهة الأخرى كان الوقت ذاك الله يرحمه بن بلة ربي يوسع عليه وجماعته، كان يقولوا له لا يا سي الحسين راك غلط، ما تصلحش، لأنه الشعب الجزائري للأسف في عهد الاستعمار جهلوه، ما بقاش عنده هذاك الوعي والتحضر باش يقبل الاختلاف ويخلق هذاك التوازن في المجتمع وافكار مختلفه. قالوا الشعب تاعنا ما يقبلهاش، مازال مش متحضر. وقالوا له ديجا بلادنا في ذاتها راهي مشها مستقره، الاستقرار ما كاش، العديان في الحدود حابه تصدم علينا، فرنسا الاستعمار قاعد يسيب في الحركه ويخلي في ولاده مازال قاعده تخرب، البلاد مشها مستقره. اما انا واش نديروا يا سي بن بله ربي يرحمه؟ سي بن بله قال لهم يا جماعه واش نديروا؟ خلي الشعب ونديروا سلطة، هذيك السلطة تقرر في بلاصة الشعب. الشعب دركا مازال ما يقدرش يقرر، تخلي سلطة مجموعة تاع الناس حكماء يقرروا في بلاصة الشعب ويسيروا الشعب حتى ان شاء الله يجي نهار وين الشعب يتحضر ويتطور ويعود هو الشعب اللي يقرر في مختلف مجالاته. فحسين عيد حمد قال لهم لا جماعتكم غالطين، اذا كان تظنوا باللي الشعب ما يقدرش يسير نفسه ولازمت له جماعة هي اللي تحكم فيه وتسير وتتخذ قرارات، قال لهم راكم تبقاو حياتكم كامله كيما هك، والبلاد هذه ما تتبدلش، والشعب عمره ما يتعلم، وانتم عمركم راح تسيبوا القرارات. سبحان الله، هضرها اون 62 جماعه مع الاستقلال، مع دربه سخونه. اليوم رانا في 2016 والناس اللي حاكمين الحكم مازالوا يغنيوا لنا في نفس الغنايه. هاو الشعب هذا مسكين وخاطئ، حشيشه ضاربه معيشه، ما يفهم والو في البوليتيك، ما يعرف لا يقرر لا والو، راهو تاع فوضى، راهو فوضاوي، وبلادنا مشى في استقرار والربيع العربي والدنيا خلوطه. اقعدوا وانتم بركه، خليو المجموعه هذيك تقرر في بلاصتكم ويهمل الشعب. ما كان تقررش، يدير لك قانون ماليه اللي يهم الشعب، مصح الشعب ما عندوش راي فيه، ما يهمكش يا شعب، حنا درنا السلطه وانتم طبقوا قانون الدستور، تعديل الدستور حيصير الشعب يصير أمة، بصح الشعب ما عندوش رأي. جماعة تقرر في بلاصة الشعب، لأنه الشعب هذا ما يفهمش وما يعرفش، مازالت العقلية تاع بكري نفس الديسك. حتى آية حسين قال لهم عندكم، آية أحمد ربي يرحمه قال لهم عندكم أكم رايحين تبهموا الشعب أكثر من بهمتوا فرنسا. يعني دركة تلقى ناس مش شعب مستعرف مسكين مسب الأمر، احنا شعب ما نعرفوش وما نصلحوش وما نعرفوش نسيروا ولازم هما اللي يقرروا، احنا خاطينا. وحتى كنت حاب توعي الشعب تقول له لازم تهتم بالمجال السياسي، وش داخلك في السياسه انت وانت تفهم خير منهم، هما يعرفوا. وكأنه السياسه علم الفضاء ولا وحي من عند ربي سبحانه، تولي انت مواطن ما تعرفش انت خاطئ، وش تفهم انت في السياسه؟ خليهم هما يعرفوا، هما الحكماء، هما هك. ورضا مسكين مجموعه تاع الشعب اللي هما ما عندهم حتى دخل في شؤون هذه البلاد، وكاينه مجموعه هي اللي تسير. هذه الفكرة اللي مشاو عليها من الاستقلال إلى يومنا هذا. حسين عيد حمد كانت عنده نظرة أخرى، قال لهم في 62 دركم برهن لكم باللي راكم غالطين في حق الشعب، دوك تشوفوا كيفاه الشعب كيفاه راهو واعي، ويدير تجربة ناجحة 100%. وش يدير؟ يخلق أول حزب ديمقراطي، حزب بأفكار جديدة، الناس كل تقدر تبتكر افكارها، الناس كل تقدر تختلف، كاينه معارضه وكاينه صحافه حره وكاينه اعلام حر، والناس كل تقدر تنتقد، والناس كل تمد رايه، والناس كل تشارك، والناس كل عندها حق، والناس كل الشعب كامل يقرر مصيره. فكره جديده. فانفجر جماعه الحزب هذاك، الشعب كل تلم عليه، ولا حزب الجزائري الديمقراطي. صح يعني حزب افكاره والمت الشعب الجزائري، بصح للاسف كاينين جماعة آخرين كان عندهم نظرة واحدة أخرى، إنه إحنا يا جماعة بلاد واحدة وشعب واحد، لازمنا حزب واحد، عقلية واحدة، لازم نمشيو كيماك، ما عندناش وقت باش نكتروا. ولما يشافوه هو وهاد الأفكار تعددية حزبية وكل واحد يطرح فكر تاعو، لا إحنا نمشيو فكرة واحدة. انتم جايبين لنا أفكار يعني انتم حابين تقسموا البلاد ويطيحوا عليها وزي. وبعد ما خموا قال له هذا السيد ما نقدرش نقولوا عليه حركي، خاطر النضال التاريخ تاعو كبير، هو قبلهم خير منهم وكل. فقال لهم بعد ما خموا هذا حسين عيد حمد والحزب تاعو والسياسه تاعو والشعار تاعو حابين يقسموا بها البلاد. شكون؟
هادم قبايل حابين يخربوا البلاد. وتخرج اول مره كلمه القبايل حابين يقسموا البلاد، حابين يديوا الاستقلال، حابين اعلام، حابين دوله، حابين سياسه. اول مره خرجت في التاريخ لهنا. وهو حزب طاحوا عليه يا جماعه، الحزب تاع القبايل، الحزب تاع القبايل والتكفير وضد الاسلام وضد العرب. يا تلمو جماعه داروا لنا لافاج دو سيرفو. اقسم بالله الى يومنا هذا احكم اي جزائري انت ولا انا، قول له واش رايك في لافافاس، يقول لك لافافاس حزب تاع القبائل باينه دي. لا اسمع، هو حزب خلقه حسين ايت احمد يحكي على الديمقراطيه، بصح تلمو دخلوها لنا في راسنا مده سنوات. صاي افافاس يعني القبائل، ما تنحيها ليش من راسي هذه، خاطر من بكري هما يغرسوها على فكره. هو ده حزب ديمقراطي للشعب الجزائري كل، يحكي على القبائلي كما يحكي على الشاوي، كما يحكي على الصحراوي، كما يحكي على المزابي، كما يحكي على العنابي، على القسنطيني، على التلمسان. مكان الجهوية كل عنده حق في المشاركة، كل عنده حق في الحفاظ على أصله وتراثه تاريخه الموقع تاعو. بصح الله خير دخلوا لنا في راسنا باللي أفافاس يعني القبائل. وأكثر من ذلك يا ناس للأسف، كان ناس قتلوهم، وكان ناس دخلوهم الحبس، وكان ناس كتبوا عليهم انهم مش خونة، خانوا البلاد وحبوا يقسموا البلاد. وصرات نصرات تاريخ مهم ما يكفيش الوقت باش نحكيو عليه. المهم حبيت نختم لكم بحاجه، انه لافافاس كل سنه يمد دوسي للحكومه ويقول لهم يا ناس هادوك اللي كنتوا تتهموهم بالخونه اللي تلموا وقت لافافاس بكري، نحاولهم حقوق وجردوهم من، نحاولهم كل كشغل خونه. الى يومنا هذا مازالوا مكتوبين انهم خونه. نحاو غير حسين ايت احمد قال لك هذا مش خاين، بصح اللي تبعوه كل خونه الى يومنا هذا. كل عام لافافاس يمد دوسي باش الحكومه تعاود تراجع هذا القانون، وباللي هذوك ناس لا يا جماعه صرا اختلاف في افكار، هما اختاروا ديمقراطيه وما كانوا لا انفصاليين لا والو. الى يومنا هذا ما زالت الدوله تعتبرهم خونه. غير ايت احمد تما ايت احمد مش خاين، بصح اللي تبعوه خونه. على ديك لما جات الحكومه في الجنازه تاع ايت احمد، جماعه تيزي وزقوا لهم يروحوا تلعبوا. يا اخي احنا خونه، اخرجوا من الجنازه وجايين ديروا روحوا تلعبوا. جماعه تيزي وزوا عطاوهم درس في الشيء اللي حب يقولوا حسين ايت احمد افكار. فجاء الجنازه حمروش، وجاء الجنازه بن فليس، وجاء الجنازه رشيد نكاز، وجاء علي بالحاج. عباد يا جماعه افكارهم واحد مشرق واحد مغرب، بصح تلاقاو حنا كوحده وطنيه مجتمع فيه افكار. واحد حب الاوروبيان، واحد حب الشرع الاسلامي، واحد حب نص نص، واحد جاو تلاقاو جماعه وما كان حتى مشكل. فتيزي وزو زادوا عطاهم درس، يا اخي احنا خوانا وروحوا تلعبوا وخليوا الناس اللي افكارها مختلفه تجي تحتضنها. تيزي وزو كيما احتضنها بكري في 65 باش تبقى ذكرى ملاحه ان شاء الله. فوالا هذا واش حبيت نفكر على الناس على حسين ايت احمد. يعني راني جست باختصار باش الناس يعرفوا لمحه برك، باسكو شو دوك يجونا تعليقات ويقولوا لنا هاك نسيت هذه نسيت هذه نسيت هذه، ومهما تحكي ما تكفيش. المهم ربي يرحمه ويوسع عليه، ويا رب يرحم الناس اللي كانوا مشاو معاه مساكن قتلوهم، وربي يوفق الناس اللي مازالوا ماشيين على الدرب نتاعو. كانت هذه لمحه تاريخيه على حبيبنا، على الرجل والقائد والاستاذ اللي يبقى دائما في التاريخ الجزائر، سي حسين ايت احمد.